جوجل عمل فيها الشيخ حسني وفضح الناس على الهوا. لو كنت فاكر ان الشات اللي بينك وبين البوت بيبقى سر، ولو فاكر انك لو كتبت مشاكلك النفسية وافكارك الغريبة ومشروع تخرجك وخطتك الجهنمية للبزنس او حتى رسالتك للاكس، البوت هيسمع ويعديها كده بالساهل وسرك في بير. احنا قلنا قبل كده ال AI ذكي، لكن ما قلناش انه كتوم. ده طلع اسخن من الشيخ حسني في فيلم الكتكات. اهلا بيكم في حلقة النهاردة من الترند بيقول ايه. الترند النهاردة بيقول اللي اخترع الروبوت لازم يطفيه عشان بدأ يخرج عن السيطرة وبقى يعمل حاجات غريبة. في الساعات اللي فاتت الدنيا قامت وما قعدتش. اكتر من 4500 محادثة حساسة اتسربت من شات جي بي تي واترمت على جوجل. الحاجات دي كانت حالات طبية ومشاكل نفسية وبيانات شغل وافكار علمية، والناس بتسأل هو البوت تم اختراقه؟ هل أنا في خطر؟ هو اللي بقوله للبوت بينتشر؟ وأسئلة كتير، بس الحقيقة مختلفة تماما. خليني أقولك اللي حصل. اوبن اي اي ما تمش اختراقه، ولا الشات جي بي تي باع أسرارك، واللي اتسرب كان بسببك. أيوة، بسببك انت. بس المحادثات دي انتشرت على مواقع عامة زي الباست بين والبلوجانز، أو حتى مدونات ناس كانوا فاكرينهم بيحكوا مع البوت في أمان. طب ايه اللي حصل؟ جوجل العفريت أرشف كل ده تلقائيا وبقى يطلعه في نتائج البحث. الكارثة إن في ناس كتبت بياناتهم الحقيقية، أرقام وتفاصيل خاصة وأفكار مشاريع، والكلام ده ظهر في العلن. ممكن أي حد يستغله، يبتز أو حتى يسرقه. وهنا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، هل شات جي بي تي بيحفظ اللي أنا بقوله؟ الإجابة الصريحة أيوة، بس بشروط. اوبن اي اي بتقول إنها ممكن تستخدم المحادثات لتحسين الأداء، لكن بتديك اختيار إنك تقفل الحفظ من الإعدادات، وكمان تقدر تحذف كل اللي فات. طب نعمل إيه؟ في الحلقة دي هقولك 5 وصايا عشان تحمي نفسك. 1. ما تدخلش بيانات شخصية أو حساسة. 2. اعتبر البوت مساعد مش دكتور نفسي. 3. قبل ما تنشر محادثة راجعها وشيل اسمك وشغلك وتفاصيلك. 4. اقفل خاصية حفظ المحادثات من الإعدادات. 5. احذر من الإضافات البلوجنز اللي بتخزن بره التطبيق. الخلاصة، اللي حصل مش فضيحة، اللي حصل درس في الخصوصية. الذكاء الاصطناعي مش هيحميك إلا لو انت كنت أذكى منه بخطوة. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، وحلقة من بودكاست الترند بيقول ايه. وما تنسوش اللايك والشير، واللي اخترع الروبوت لازم يطفيه. سلام.